سعيد، هل تطلعنا على آخر مستجدات المنتخب الوطني؟ سمعنا بأنه العديد من اللاعبين كانوا مصابين وممكن ما يشاركوش. تأكد بصفة رسمية على ما أعتقد عدم مشاركة بسبعيلي، إضافة إلى كل من بولحي وأيضا سوداني. هل كل من مفتاح وإبراهيمي عادوا إلى الأجواء، وسليماني أيضا عادوا إلى أجواء التدريبات، أم فيه شك حول مشاركتهم؟ مساء الخير خيران، ومساء الخير لكل الحاضرين معك. على كل حال بن سبعيني هو لحد الان هو اللاعب راح يكون غائب بصفه رسميه عن مباراه الاثنين ان شاء الله ضد منتخب السنغال. فيما يخص ابراهيمي غاب كذلك اليوم على الحصه التدريبيه، لكنه نقولوا الحاله تاعو ماهيش لا تقلق نوعا ما. على حسب الاصداء اللي لحقنا راح يكون جاهز للمباراه. دوك مي نورمالمون دوما يكون في تدريبات المنتخب الوطني بشكل عادي. عندك مفتاح استأنف تدريبات كذلك سليماني اللي عنده يمكن دولار في لادكتور مي ريان دو ميشون. وفيما يخص مبولحي نقدر نقولوا اليوم مع 48 اور دو ماتش كو 90% مش راح يكون في مباراه السنغال، ومالك عسلا هو اللي راح يحرس الحراسه، راح يكون في الحراسه يوم الاثنين. بالنسبه للاجواء، بس وصلتنا معلومات ان المجموعه نوعا ما اللي تريز افيكتي، يعني متاثره كثير من الناحيه النفسيه، ولا شيء يعني يوحي باننا سنقوم بشيء ما امام المنتخب السنغالي، خاصه انه مدرب المنتخب السنغالي قال في اليني ليكيب تيب وسالعب من اجل الفوز رغم انه متاهل في المرتبه الاولى. هل المجموعه اصبحت متاثره من الناحيه النفسيه، ام ان حسيتوا انتم اليوم في الحصه التدريبيه اللاعبين حابين يعودون بفوز على الاقل يحفظ دماء الوجه امام المنتخب السنغالي؟ شوف خويا رضوان، بور ريفنير اليو سيسي مدرب منتخب السنغال، انا اللي درت له الحوار ايفيدامون كما نقولوا كمدرب محترف مش راح يقول لك راح نبدل التشكيله ويقول لك جبي اليني، قال لك جبي اليني لا ميور ايكيب بوسيبل. مي حنا نعرفوا حسب المعلومات اللي وصلتنا من داخل البيت السنغالي انه راح يدير ان بتي تورنوفر باسكو واحد يبريباري لو كارت دو فينال ديالو فوالا. ونعرفوا ان كاين 4 جوار تيتولار ونقولوا لي بليز اسونسيال تاع الفريق السنغالي مهددين بالعقوبه لو كان يلعبوا ضد الجزائر. دونك هو توسكي كاليدو فادي واسمه بلوتو كوليبالي، عندك قائد الفريق كوياتي، هادو براتيكمون نقول لك رسميين ما يلعبوش ضد الجزائر. يفا فير ان ميكس اونتر دي رومبلاسون سيرتان تيتولار. وبور ريفنير واش تكلمت على لومبيونس، سي فري كو ابري لو ماتش مور المباراه سوا حنا حسينا دي جوار كما يقولوا طري افيكتي مام في الفيستير. الى بعد المباراه الاولى كان هناك نقولوا شويه رد فعل بعض اللاعبين على غير المحرز ومبولحي اللي كانوا شويه كما نقولوا الموتيفي لي جروب كانوا يصرخوا شويه. بعد مباراه تونس كان ولا كلام في غرف تغيير الملابس، كان فريمون لو جروب ايتي افيك لو مورال. واليوم 48 ساعه بعد اللقاء 48 ساعه اليوم شفنا مؤشرات ايجابيه نوعا ما. اللاعبين نساو هذه المباراه ضد تونس، كان اللاعبين يضحكوا حقيقه. فاجأنا نوعا ما، احنا كنا نسمعوا بوتيتر اون امبيونس موروز، مي فينالمون شفنا دي جوار بلوز او موان كونسونطري، كانت هناك البهجه في وجوههم. دونك جو بونس باللي راهم يسون بلانمون كونسونطري على مقابله السنغال اللي لازم نفكروا لازم يربحوا ونستناو ونقولوا معجزه في المباراه الاخرى. شكرا لك زميلي سعيد فلاق، شكرا وتحياتي لكل بعثه الهداف المتواجده بفرانسفيل. شكرا لك. علي بن شيخ، اليوم عندنا صور. الخبر اللي فات تكلمت بعد المباراه قلت بانه هذا الفريق مشكلته ايضا انه بعيد على الجمهور.